السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. التوم الجديد خلاص بدأ يظهر في السوق. طب أنا عندي شوية توم متبقيين من الموسم القديم من السنة اللي فاتت، وخلاص زرعوا معايا بالشكل ده، وخلاص التوم هتبدأ تنشف وهتفضى من جوه. قلت ألحقهم وأعملهم معاكم توم بودر بكل بساطة. التوم البودر هيفضل معايا طول السنة، لكن لو فضل بالشكل ده هيبوظ. خدته قشرته كويس. بعد ما قشرته غسلته كويس تحت المية. بعد كده جبت فوطة مطبخ أو أي فوطة عندك، وقمت حاطة التوم دوت في قلب الفوطة علشان أنشفه كويس. والفوطة تبقى أفضل من مناديل المطبخ، علشان المناديل لما ننشف بيها هتطرى وهتتبل، وممكن يبقى في قطع منها هتفرول وتبقى في قلب التوم. والتوم طبعا احنا هندخله في الفرن يتحمص. بعد كده حطيته في قلب صينية ودخلته في قلب الفرن، شغلت الفرن وسخنته، وحطيت الثوم على الشبكة في النص والفرن والع. طبعا في معلومة بتقول يا جماعة ان تسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده تقفل الفرن وتطفي النار وتدخل الثوم يتحمص. هيتحمص؟ لا، انا بقولك ما تعمليش كده، علشان ده هياخد منك وقت طويل جدا. هتحتاجي ان انت على الاقل تشغلي الفرن اكتر من مرة، ممكن توصل لست سبع مرات. كل مرة تشغلي الفرن وتسخنيه كويس قوي وتطفئي الفرن وتدخلي التوم عشان يتحمص. هياخد منك وقت طويل، وفي النهاية هيطلع متحمص بالشكل ده. فتوفيرا للوقت بتاعك والأنبوبة بتاعتك عشان ما تخلصي، اعمليه بالشكل ده. مش هياخد معاكي نص ساعة على شبكة الفرن في النص والفرن شغال، يدوبك نار عالية هيتحمص. تخرجيه تسيبيه لما يبرد تماما خالص، وبعد كده تحطيه في المطحنة بتاعتك يتفرم بالشكل ده. طيب في حد هيقول لي طب بس اللون التوم اللي بنشتريه من بره بيبقى لونه ابيض. ده يا اما سابوه في الشمس يتحمص فتره طويله يجف ويتحمص وياخد له على الاقل اسبوع، وبعد كده طحنه. يا اما التوم الجديد بتاعك لما يطلع ان شاء الله وتجيبيه، هتجيبي بيبقى فيه التوميه عليها غلاف كده من بره، هتاخدي الغلاف ده تنشفيه في الفرن وتاخديه تطحنيه، هيبقى التوم اللي احنا زي ما بنشتريه من بره اللي هو لونه ابيض. بس في كلا الأحوال هيديكي نكهة توم ممتازة. وما تخافيش إن التوم كده لونه مغمق شوية إن هو يغمق معاكي الأكل، لا أبدا خالص. هو هيدي نكهة ممتازة للأكل، ومش هيغير في اللون بتاعه ولا هيديله نكهة طعمها جميل. جربوه بإذن الله. لو عندك شوية توم، يلا الحقيهم قبل ما يبوظوا واعملوهم توم بودر. مش هتفرق في اللون طالما مش هيغير في اللون بتاع الأكل. انا مش عايزه اقولك ان بصراحه كان التوم ريحته مغرقه الشقه. جربيه وان شاء الله مش هتندمي.